كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. ويلا بينا. مسلسلنا بيبدأ بواحد رجله مربوطة وإيده، وبيكون بيغرق تحت المية، بس فجأة واحدة بتنزل وبتيجي ترفعه وبيكون مربوط في حديدة، وبيحكي قصتهم إن هم اتعرفوا على بعض بعدها واتجوزوا، وبيكونوا خارجين يقابلوا عيلته ويتعشوا سوا. وبتكون بنتهم بتخاف من جدتها، وأمها بتقول لها ليه؟ قالت لها زي ما انت بتخافي منها برضه. قالت لها إن ده مش صح. وبيوصلوا هناك وبيكون باين إن هم وحشين فعلا، وبتقول لهم انتوا معلمتوش الطفلة ازاي تسلم على الكبار. فابنها قال لها عشان هي فاكرة اتطردت ازاي السنة اللي فاتت. وبتقول انتوا اللي ما جيتوش بدعوة، وبتخلي ايوانها الطفلة تسلم عليهم، بس مش بيهتموا بيها وبيدخلوا. وبيعملوا عيد ميلاد لبايك، وايوان بتروح هي وجيون يعملوا حاجة، وبايك بيقعد مع ابوه وامه لوحدهم. وبتقول له انت جبتنا هنا عشان تضايقنا؟ قال لها وانتوا بيتوا ليه اصلا؟ قالت له عشان ده عيد ميلادك. وبيكون باين ان العلاقة بينهم مش احسن حاجة. وبترجع ايوانها وجيون وبتقول لهم ان هي لازم تمشي عشان شغلها، وبتقول لها ان هي بتعمل كده عشان اللي حصل السنة اللي فاتت. قالت لها لا، بس في مشكلة حصلت في الشغل وبتمشي. وبيقولوا ليه ام وابوه ان هم ما كانوش يتوقعوا ان الجواز بتاعه يبقى ناجح، وبيقول لهم ان هم الاتنين اتخلقوا لبعض. وبتقول لهم ان واحد زبالة زيك وعنده ماضي قذر، ومحققة زيها اتخلقوا لبعض، وبتضحك بتريقة. وبتوصل جيون لقسم الشرطة، واحد بيحكي ان حوالي الساعة 3 العصر لقوا ولد مغمى على السلم بخبطة شديدة على الدماغ، واسمه كيم، وعنده 12 سنة. وفضل ساكت فترة، واول حاجة قالها كان ابوه هو اللي حاول يقتله. وبنرجع فلاش باك للولد وهو طالع السلم، وابوه بيقول له ينزل تاني، وبيقول له ان هو تعب قوي، وبيفضل يتريق عليه عشان وزنه. وبيقول له كل ما ببص ليك بتضايق ان انت ابني، وبيضربه برجله بيوقع على السلم. وهو بيقول للشرطة ان ابنه بيكذب، بس الشرطي بيقول له ان طفل عنده 12 سنة هيكذب عشان يحبسك في تهمة قتل ازاي؟ بيقول لهم ان هو اجبره يطلع السلم، وبيكون بيساعده. وبيجي له تليفون وبيقول له يطلع هو للبيت عشان هو وراه مشوار، وبيمشي. وده اللي حصل. وهو قاعد مع صاحبه مراته اتصلت عليه قالت له، وبيقول له ازاي هيعمل كده في ابنه. وبيروح بقى ينيم ايوان، وبيكونوا بيتناقشوا بره، وبيسأل الشرطي جيوان رايك ايه؟ قالت له ان كيم سانغ اتهم زو. وبتقول له يبص على الحذاء بتاعه، وهتلاقيه كان واخد بتاع اي حد من اللي موجودين في المطعم، وطلع جري عشان ابنه. والشراب متوسخ عشان هو بيجري، اتقلع الشبشب غصب عنه عشان مش على مقاسه، وده ممكن يبقى دليل على براءته. بس قال لها ان دي مشكلتها عشان بتعتمد الدليل بس، ولازم تبص للشخص قبل الدليل. قالت له يعني انت مفكر ان كيم سانغ حاول يقتل ابنه؟ قال لها لما دخل هنا وشاف عين كيم احساسه قال له ان الراجل ده شرير. وبيقول المدير بتاعهم لجينو تستجوب الناس اللي في المنطقه بتاعت كيم، وتشوف الكاميرات بتاع المراقبه القريبه من الجريمه. وبيقول لتشوي يعرف هو كان فين وقت الحادثه بطريقه قانونيه. وبيروح كين جين الصحفي قبل مرات كيم سانغ، وبيكون باين عليها ان هي خايفه من حاجه، وبتقول له يعيد السؤال تاني. قال لها شفت جوزك في يوم بيضرب ابنك او بيعامله وحش؟ قالت له ان هو جد قوي، وبيكره لو الامور مشيت عكس ما هو كان متوقع. وبيلاقي جينون واقفه، وبتقول له ان هي مش قادره تستنى العنوان بتاع المقال بتاعها هيبقى ايه. وبتقعد جينون مع الام، وبتقول لها ابنك اشتكى من ابوه، ومش بتكون مركزه معاها. قالت لها ان ابنها مش هيكذب في حاجات زي دي. وبتقول لها طب ممكن جوزك يأذي ابنك؟ قالت لها لا، ازاي انت بتقولي حاجه زي دي؟ وبتزعق معاها. وبتقول لها ما كانش عندهم اي مشكله في حياتهم لحد دلوقتي. ترجع جيون وبتحكي القصه اللي حصلت لبايك، وبتقول له اغرب حاجه ان ام الولد هي المشتبه فيها برضه. قال لها ليه؟ قالت له ابنها اول ما فاق شاور على ابوه وقال ان هو الجاني. وهي بتقول ان ما فيش مشكله في عيلتهم، وبتقول له ان اكيد هي مخبيه حاجه. وبتروح جيون شغلها وبتراجع الكاميرات، وبتلاقي كيم سانغ كان لابس الجزمه فعلا وكان ماشي طبيعي. وبيروح بايك يودي ايوانها للمدرسه، وبيدي المدرسه اكل اللي هناك من المدرسين، وبيودع بنته وبيمشي. وبيشوف كيم جين عن مقالات كان كاتبها قبل كده عن قاتل متسلسل. حد بيكلمه في الموبايل وبيقول له انت متاكد ان هو دو هيون سو؟ قال له انه شخص مستحيل ينساه. وبيتفقوا يتقابلوا بكره. وبيروح بايك لام الصيدليه بتاعتها، وبيقول لها تتصل على مراته وتديها امل وما تخليهاش تتوقع حاجه منك. بتقول له يعني انت بتقول لي ما اقربش من عيلتك تاني؟ قال لها اه. وبترمي الموبايل وبتقول له ان من حقها تسيطر على حياته. بيقول لها حياته ليها طالما عايش كبايك. وبيقول لها تبعد عن مراته. الشرطي بيصحي جنون وبيقول لها تشوف ده، وبيقول لها ان الطفل وقع بين الدور الخامس والسادس، والولد ده راكب الاسانسير في الدور السادس. وبيسالها اكيد شاف حاجه. وبيروح شويه قابل الدكتوره بتاعه التخسيس بتاعه الطفل، وبيقول لها لما قابلتيه امبارح كان مختلف ولا لا؟ قالت له لا كان على حاله. بيقول لها ليه ما رحتش مع المستشفى؟ انتوا ما فيش حاجه بينكم وابنه مريض عندك؟ قالت له ان هي شربت كتير وما عرفتش تروح
وبتروح معاه وبيوقع فلوس فضية من جيبه وبيلمها وبيقول تلم معاه، وهي بتلم بياخد الموبايل بتاعها في جيبه وبيروح عشان حد يفك الموبايل بتاعها وبيقول له صعب. قال له شوية حاول، وبيفتح بيت الكارت بيلاقي فجأة كرتون ماري موجود، وبيدخل على الصور بيلاقي صور ليها مع كيم سانغ وبيعرف ان بينهم علاقة. تصحى ام الطفل جنبه وبتفتح علبة دواء بتلاقي صرصار فبترميها كلها على الارض، وجيون بتدخل والشرطي معاها وبتقول لهم ان هي بتاخد فيتامينات كل يوم وكان في العلبة صرصار. قالت لها اكيد مش هيدخل لوحده، اكيد حد دخله. وبيوروها صورة الطفل اللي كان في الاسانسير، قالت لهم ان ده بيسكن في الدور ال 12 والكل ناسيه اسمه. وبعد كده بتقول لهم اسمه جي هون، وبتفتح موبايلها وبتلاقي تشوي بعت صور لكيم سانغ مع الدكتورة، وبيكون باك شغال في الحرف المعدنية، وبيكون كيم جين رايح ليه وبيدخل عليه وبيجي يقابله وبيكونوا عارفين بعضهم، وبيقول له انه دو هيون سو، وبيقول له ان هو كيم جين انت مش فاكرني؟ قال له عاوز ايه؟ قال له مش عاوز حاجة انا اتفاجئت بس، وهو جه هنا عشان يقابل بايك جوزو المحققة جينو، وبيروح يجهز له الشاي وبيبعت شوي بيقول لها ان كيم سانغ استشار محامي عشان الطلاق ونفقة الطفل وكان متضايق عشان النفقة تبقى كتير. بنرجع تاني البايك وكيم جين هما بيشربوا الشاي سوا، وكيم جين بيكون قلقان والتوتر باين عليه وبيقول له ان هو هيمشي عشان عنده ميعاد. قال له يعني انت مش عايز تعرف؟ الفضول عندك وانت صحفي، اسال. بيقعد تاني وقال له من 18 سنة لما اختفيت كان في جريمة قتل لزعيم القرية وكان ميت، وده ليه علاقة بيك ولا لا؟ وبيروحوا يستجوبوا الطفل بتاع الدور ال 12 وبيقول لهم ان الكلب بتاعه نزل على السلم امبارح وهو نزل وراه، وبيقول ان الكلب عض انسو قبل كده عشان كده كان خايف منه وهو على السلم. وبيدخل شوية على كيم سانغ وبيقول له ممكن دلوقتي يروح. بنرجع لباك تاني وهو بيقول لكيم جين هستفاد ايه لما انكر ده والكل فاكر ان انا اللي قتلته. قال له لو انت كنت بريء ليه سلاح الجريمة كان في شنطتك وليه ما تعاونتش مع الشرطة وليه هو لسه مطلوب لحد دلوقتي؟ قال له بايك ايه عرفك ان هو لسه مطلوب؟ قال له سمعت ده في مكان بما اني صحفي، وبيقول له لازم يمشي الوقت. قال له بايك اكيد هتروح دلوقتي لاسم الشرطة وتقول لهم انك شفت دو هيون سو اللي قتل زعيم القرية من 18 سنة. قال له ان هو مش مهتم. قال له تعالى نتكلم عليك مش عليا، انت متجوز؟ قال له من الموضة الايام دي ان الواحد بياكل ويشرب لوحده وهو حابب كده، وبيقول له هيشوفه بعدين. وبتروح جيون والشرطي للصيدلية عشان يشتري حاجة مسكنة لضرسه، تمسك علبة العلاج اللي مع ام الطفل وبيمشوا، وبتقول له انه هيخلع الضرس وخلاص. قال لها انه ما ينفعش يخلع ضرس سليم وهو جزء منه، وروجه برضه مش هيخلعه. بتفتكر حاجة وبترجع جري على العلاج وبتقول له ان ده اللي ام الطفل بتاخده، وقالت له انت فاكر لون البرشام اللي وقع على الارض كان ايه؟ قال لها ابيض. وتفتح العلبة بتاع البرشام والبرشام بيكون لونه اصفر، وبيروح كيم سانغ لابنه وبيقول لمراته تخرج، ومراته جايه تخرج بتدخل عليهم جيون فبيقول لها في حاجة تاني جايين تحققوا فيها. طلع موبايلها وبتسجل وبتكلم الطفل وتقول له انت اللي هتحط الصرصار في العلبة بتاعت الدواء بتاع امك عشان امك ما تاخدهوش. قال لها ان هو عاوز امه تخرج، وبيخرجوا كلهم بره وبتقعد جيون مع الطفل لوحدهم، وبيقول لها ان هو مش عاوز امه تسمع الكلام اللي هيقوله، ابوه راجل طيب بس معاه. وبيكونوا خارجين في رحلة وبيكون معاهم الدكتورة وبيكون رايح ليهم وبيلاقي ابوه بيبص الدكتورة وبتصوره وبيستخبى، وهي اللي ادته البرشام البديل للبرشام الاصلي، وبتقول يخليها تمضي على ورقة طلاق. وهو ما عرفش يقول لامه وفكر يقول لها كذا مرة بس ما عرفش، وفكر لو خلى ابوه شرير فامه مش هتزعل عليه. وبتخرج ليهم وبيقول لها كيم سانغ ده استغلال للطفل، اخدت اللي انت عاوزاه. بتقول له بما انك محامي فانك تدي حد علاج من غير موافقته جريمة، وبتقول له انت مقبوض عليك بتهمة التسبب بضرر جسدي لمراتك. وبيكون باك بيجهز هدية لكيم جين وبيقول له ما يعرفش حد ان هو شافه هنا، وبيقول له يكتب له عنوانه عشان يبعتها له على هناك، وبيروح يكتبه. وباك بيروح يقفل السلك بتاع الشباك وبيعلي الموسيقى وبيقف وراه. وام باك بتتصل على جيون وبتقول لها ان هي مش بتحبها وبتفضل تقول لها كلام كتير يضايقها وبتقفل. وبيمسك باك كيم جين وبيخنقه وبيحاول كيم يعافر معاه لحد ما بيقوم عليه. وبتكون جيون راجع البيت خلاص، بتدخل بتلاقي باك بيلعب مع يون ها وبيلعبوا كلهم سوا، وبيكون كيم جين محبوس تحت في القبر ومربوط من ايده ورجله وبقه ملزوق عليه لزق. وبكده تكون اول حلقة من مسلسلنا خلصت، ولو عاوز نكمل الحلقة التانية اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.